هذا وأجرينا اتصالا هاتفيا قبل قليل مع رئيس فريق المغرب التطواني عبد المالك أبرون، نستمع له متحدثا عن الطريقة التي جاء بها الانفصال بين العامري والمغرب التطواني. القرار اللي خرجنا به هو انه القرار ديال السي عزيز العامري. حنا كانت عندنا اجتماعات مطوله معاه، المكتب المسير برماته، جلسنا مع السي عزيز العامري وحثيناه انه يزيد ونشجعوه في هذه المرحله، ولكن حنا كانت عندنا اهم حاجه هو اللاعبه ديالنا يبقاو كبار ونبقاو مدعمينهم، لانه راس المال ديالنا، بلا بهم حنا ما عندنا ما نسواو، وهذوك اللعابه هو الفريق. اذا وتناقشنا مع السي عزيز العامري على اساس يكمل المرحله ويمشي. كيقول لك ودي انا ما بقيتش قد نزيد، اذا كيأكد ما بقاش قد. انا طلبته ورغبته ما بغاش، وانا كنسير المرحله وخصني نتحمل المسؤوليه ديالي، وكنتحمل المسؤوليه ديالي لان هذا رغبه السي عزيز العامري، وانا خصني نتحمل المسؤوليه ديالي باش نكمل المشروع ديالي والبناء ديالو. أبرون أكد أن خليفة العامري لم يتم تحديد اسمه بعد، وأن الأمر سيدرس ابتداء من يوم الاثنين المقبل. نستمع. كما كتعرفوا وحتى لا يخفى على الجميع، ف دابا كيوقع الحركيه وكيوقعوا هذوك لي ماناجير وكيدخلوا كل واحد كيختار حسميه، ولكن حنا باقي لنا الصف التكنيك ديالنا كامل اللي هو غادي نوضعوا فيه الثقه السي سمير والصاف ديالو بحال الا باقي العامري، وغادي ناخذوا استشاره من عند العامري ونشتوروا معاه، وغادي ناخذوا مدرب ان شاء الله بالتريث وبالحكمه وبالرزانه اللي ما ندموش عليه. رئيس الفريق تحدث أيضا عن الحالة النفسية للاعبين بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية. نستمع. أنا كما قلت لك اللعبة هما كل شيء عندنا. حنا لعبة البارح جمعتهم في داري وحدي بدون شوشرة، لا مع مدرب ولا مع الصف ولا هذا، تطرقنا للأمور كلها، وكانت واحد النفسية مرتاحة جد مرتاحة وعالية، وحاولت أنه نخرجوا من هذا الضغط، وإن شاء الله ننطلقوا انطلاقة جديدة، وهذا هو الهدف ديالنا والطموح ديالنا. والله يعوضنا هذه الهزيمة، لأنه احنا وفرنا جميع الظروف أبدا واش تركنا شي حاجة صدف. أمور تقنية خرجنا بها، أنا ما كنعاتب حتى على شي حد، وهذه هي كرة القدم وما عندنا ما نديرو.